يلا نعمل اختبار حروف علشان نشوف احنا عندنا لدغات ولا ابدال. ودايما بقول ان احنا ما بنعدلش الحروف الا بعد اكتمال اللغه، واللغه ما بتكتملش الا بعد 4 سنين عند الطفل، مع اختلاف الفروق الفرديه عشان اسئله الامهات الكتيره. يلا يا اوشا، يلا. اي او با بي بو تا تي تو سا سي سو. شاطرة، برافو. جا جا. طب جي جي جو جو. الجيم كاف. لا مش هنلعب يا اوشا، خليكي مركزة معايا ماشي. حا حي. لا حي حي. شاطرة. حو. سمعيني اعلى، عايزه صوت قوي. حو. برافو. خا خي خي خو خو. برافو شطوره. دا دا. ماشي، معانا الجيم والدال طبيعي، وهيبقى معانا الكاف والقاف. دي دو. ماشي. زا. الزا بتتنطق سين. زا. لا بتتنطق ثاء. زا زي زو. ماشي، هيبقى معانا الزال والزين والظهر. را را لا. ماشي. ري ري رو. طيب انا هنا عندي الثلاث اصوات لمخرج الحرف فيهم مشكله، يبقى اذا انا عندي لدغه في الحرف محتاجه تتعدل، واللدغه ما بتتعدلش ولا بعد السن، يعني ما فيش حاجه اسمها بعد وقت الطفل هينطقها، ولا في حاجه اسمها ان هي هتتعدل لوحدها. اللدغه بتتعدل في مركز تخاطب بجلسات نشتغل فيها على اللدغات وابدال الحروف، وبنعدلها واحده واحده مع الطفل. تمام؟ ودي اصلا بتكون من اقصر الجلسات اللي ممكن الطفل يكون بياخدها في اي مركز في العموم. ما بتطولش اكتر من 3 شهور، وده كمان بيكون على حسب استجابه الطفل. في طفل بيطلع اللدغه من اول جلسه، من تاني جلسه، من تالت جلسه. في اطفال بتقعد شهر على نفس اللدغه، على حسب استجابه الطفل وقدرته على مخرج الحرف. وكل ما بدانا بدري كل ما بيفرق معانا بدري، يعني لما بيكون الطفل عنده 5 أو 6 سنين بتفرق